بعد ما بدأت تلاحظ جسمك ايه اكتر حاجة اكتشفتها؟ انك بتجوع بسرعة ولا انك بتنام بعد الاكل ولا انك بتحتاج سكر كتير؟ يلا بينا نعمل اول تعديل ذكي. اغلب الناس لما بتحب تغير بتعمل تغير كبير مرة واحدة، وده اكبر غلط. جسمك بيحب التدرج لان اي تغير مفاجئ بيخلي جسمك يقاوم. لو بتجوع بسرعة زود بروتين في اول اكلة، مش تزود اكل، زود جودة. لو بتنام بعد الاكل قلل النشويات في نص الوجبة الاولاني، يعني ابتدي بالبروتين والخضروات. لو نفسك في السكريات راجع نومك، شوف بتنام عدد ساعات نوم كفايه ولا لا، وحاول تقلل السكريات السريعه لمده 3 ايام بس. لو التوتر بيخليك تاكل ابتدي بعاده تخليك تهدي من التوتر قبل ما تبتدي اكلك، زي مثلا ان انت تاخد تنفس بطء او تعمل تمارين تنفس. غير عامل واحد بس، التغيير الصغير المستمر اقوى كتير من الانقلاب المفاجئ اللي بيخلينا ما نستمرش عليه. انت مش محتاج تعاقب نفسك، انت محتاج تتعامل مع جسمك كشريك مش خصم. كل مرة بتفهم الإشارة اللي جسمك بعتها لك أنت بتبني ثقة ما بينك وما بين جسمك. التحسن الحقيقي بيبتدي بخطوة ذكية مش خطوة كبيرة. تحدي حلقة النهاردة بسيط جدا، اختار تعديل واحد من اللي اتفقنا عليهم ونفذه لمدة 5 أيام. مش مهم الكمال، المهم الاستمرارية. وقول لنا اخترت تبتدي بإيه واستمريت عليه قد إيه. طب بعد ما تبتدي تعدل ازاي تعرف ان جسمك فعلا بيتحسن حتى لو الميزان ثابت؟ ايه الاشارات او العلامات اللي بتقولك ان في تحسن بيحصل في جسمك؟ وده اللي هنتكلم عنه في الحلقه الجايه. وخليك فاكر جسمك دايما بيكلمك، تعالى نتعلم نسمعه.